طيب زي ما انتم شايفين في الفيديو قبل ما تخشوا ان الفيديو دوت طويل قوي. فاعمل كوبايه شاي تقيله كده وتعالى عشان احنا هنشرح كل الروايات اللي احنا نقدر نشرحها لمعرض الكتاب. طبعا مش هقول لك طبعا ان انت تعمل اشتراك عشان الفيديو ده هيكون متعب بالنسبه لي جدا. انا لسه طبعا ما منتجتش، بس انا من دلوقتي بقول لك ان الفيديو ده هيكون متعب جدا وهياخد مني حوالي يومين او 3 مونتاج. فقدر المجهود واعمل لايك واعمل اشتراك وشير الفيديو دوت مع اي حد رايح المعرض عشان في كتب حلوه قوي هنتكلم عنها. وتابع. يلا بينا، ما تنساش تجيب كوبايه القهوه او كوبايه الشاي. الفيديو دوت هيتقسم لدور نشر. تمام، الكتب اللي انا جبتها من دور النشر وعجبتني فانت هتلاقي في التايم لاين تحت او في اللي هو الشريط تحت دور النشر باسمائها، لو انت عايز مثلا تروح على دار نشر معينه او كده. بس نصيحه مني برضو كمل الفيديو للاخر، هو طويل شويتين بس هتستفاد منه من كتب كتير قوي. حتى لو ما عرفتش تجيبها من المعرض ممكن تحطها على القائمه بتاعتك وتشتريها بعد كده. فجهز القائمه بتاعتك او جهز الليسته بتاعتك ويلا بينا نبدا. دار النشر الاولانيه هي دار النشر الاشهر في مصر وهي دار نشر الشروق. تمام، وعندي منها كتابين، والكتابين دول انا هشرحهم ليك جدا، وهما الكتابين لنجيب محفوظ وهما زوال المدق وبدايه ونهايه. الكتابين دول حلوين قوي طبعا، ومش عايز اقول لك نجيب محفوظ مفيش فيه اي جدال. يعني في ناس طبعا ما بتحبش نجيب محفوظ وكده، بس انا انا لسه زوال المدق لسه في اولها، بس بدايه ونهايه قراتها ولقيت ان هي حلوه قوي، وهيبقى في ليها نهايه مأساويه شويه. هتحس ان انت عايز تفكر شويه في النهايه وكده ومش عارف ايه، فهي هتبقى لذيذه قوي. وانصحك جدا ببدايه ونهايه اكتر من زوال المدق، لاني لسه ما جبتش زوال المدق، بس بدايه ونهايه عظيمه قوي فانصحك ان انت تجيبها. دار النشر الثانيه هي دار نشر سما للنشر والتوزيع، وهتلاقي عندها كل كتب او معظم كتب غيومي سو. انا معايا هنا روايه انقذني، وكان معايا روايه غدا بس اديتها هديه لحد من صحابي. طيب مين غيومي سو وايه لو انت ما تعرفوش قبل كده؟ يعني غيومي سو هو بيكتب نوع من الادب يمتزج فيه الرومانسيه بالبوليسيه. الكتاب مش هيبقى ملزق، مش اللي هو بيحبوا بعض بقالهم من اول الكتاب لاخر الكتاب والحاجات دي، لا، هو بيبقى حدث بدا بان اتنين بيحبوا بعض ويبدا يخش فيه شويه احداث بوليسيه واحداث غريبه بتحصل لحد ما بيوصل للنهايه. الروايه اللي معايا اللي هي انقذني دي بتتكلم عن ايه؟ هي بتتكلم عن اتنين حبوا بعض لمده اسبوع واحد، وبعد كده البنت قررت ان هي هتسافر في الطياره، وللاسف الطياره ديت انفجرت. هل جوليا ماتت ولا لا؟ طب وهل سام هيعمل ايه بسبب انفجار الطياره ديت وهيعدي الازمه ديت ازاي؟ ده اللي هتعرفه في الروايه، والروايه بوليسيه لذيذه جدا، وبجد مش هتبقى فاهم ايه اللي بيحصل، وبيحب هو يمزج عوالم مختلفه ويمزج حاجات مختلفه. فبجد مش هتبقى رومانسيه بالمعنى الرومانسي بتاع التلزيق والحاجات اللي زي كده، لا، هتبقى لذيذه وهتعجبك جدا، وارشحها لك جدا انقذني، وارشح لك برضو غدا، والاثنين هتلاقيهم موجودين في دار السماء للنشر والتوزيع. دار النشر اللي بعد كده هي دار المركز الثقافي العربي، وهناخد منها روايتين. الروايه الاولانيه هي روايه المريضه الصامته. الروايه ديت عظيمه قوي يا جماعه. الروايه ديت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن مريضه نفسيه قتلت جوزها، وطبيب النفس بتاعها هو اللي بيبدا يتكلم عن الاحداث، هو اللي بيبدا يحاول يعالجها ويبدا ان هو يتكلم عن الاحداث اللي حصلت، وبنشوف قصه الطبيب النفسي دوت، وبنشوف قصه المريضه وازاي عملت كده، وهل كان في ماضي ليها او اي حاجه ادت ان هي تعمل كده. الروايه برضه بوليسيه وبتحاول ان انت تعرف مين القاتل فعلا. هم كلهم متفقين ان المريضه ديت هي اللي قاتله. هل هي القاتله فعلا ولا لا؟ ده اللي هنعرفه برضه في احداث الروايه. وفي نفس الوقت الطبيب دوت ليه اختار ان هو يعالج المريضه ديت بالذات، وليه حب ان هو يعالجها وحب ان هو يساعدها، ده برضه اللي هتعرفه في احداث الروايه. الروايه كانت عظيمه قوي، وبجد لحد اخرها انا ما كنتش متوقع النهايه ديت، وما كنتش متوقع ان يبقى في قاتل اصلا. افتكرت ان الموضوع كله ممكن يكون عمليه انتحار او حاجه زي كده وهم لبسوها الموضوع، بس في الاخر طلع ان الموضوع اكبر من كده بكتير قوي يا جماعه. فبجد الروايه كانت رائعه قوي وارشحها لكم ان انتم تجربوها. هي روايه من المركز الثقافي العربي. الروايه الثانيه من المركز الثقافي العربي برضو هي روايه لن ننسى ابدا لميشيل بوسي، ودي كانت اول عمل اقراه لميشيل بوسي. وميشيل بوسي ده يا جماعه راجل مش ست، عشان كنت فاكر ان هو ست للاسف، بس هو طلع راجل يعني. الروايه دي بتتكلم عن شاب فرنسي من اصول عربيه معاق عنده رجل مقطوعه. بدا ان هو يتمرن في الجري للبارا اولمبيات، بس حصل معاه حادث معين دوت. انا ما بحرقش اي حاجه، دوت اللي مكتوب في اول صفحتين. حصل معاه حادث معين ان هو ماشي لقى بنت معينه واقفه على الجرف وعايزه تنتحر. طبعا البنت ديت في الاخر بتموت، والشرطه بتبدا ان هي عايزه تلبسه هو التهمه، وعايزه، ما هو ما كانش فيه غيره على الجرف دوت، فممكن يكون هو اللي زقها، وبيبدا ان هو يظهر تفاصيل اكتر تدعم ان هو السبب. هو اللي بيحكي القصه من وجهه نظره، فهل هو بيكذب علينا في القصه اللي هو بيحكيها، ولا هو بيحكي بحق ومعاه حق ومش هو اللي قتلها، وان هو بيحاول يساعد علشان يشوف مين اللي قتلها؟ المواضيع بتتطور قوي، وبتبدا ان انت تحاول تخش معاهم في الروايه علشان تعرف تحل احداث الروايه ديت وتعرف مين القاتل. وبرده في الاخر يا جماعه انتوا مش هتصدقوا خالص مين اللي قتل الشخصيه وايه السبب وايه اللي حصل وايه الاحداث.
فبجد الروايه هتبقى عظيمه قوي، ومش هتقدروا تتوقعوا اي حاجه فيها بجد، لانها مكتوبه بطريقه تخليك مش عارف اي حاجه لحد نهايه القصه. دار النشر اللي بعد كده هي دار النشر الكارما، وعندنا منها 3 روايات. الروايه الاولانيه هي روايه حرائق صغيره في كل مكان لسيلست انك، والروايه ديت احنا هنطول فيها شويه علشان انا حسيت ان هي نوعا ما ممله. بصوا، هي الاحداث بتاعتها مش حاجه متطوره قوي، او مش حاجه اللي هو بقى احداث جامده وحاجات عماله تخش وتطلع ومش عارف ايه وناس بتموت وناس بتعيش والحاجات اللي زي كده، بس هي بتتكلم عن موضوع بيمثلنا شويه، وهي فتره المراهقه. الروايه دي معموله في امريكا، في قريه معينه في امريكا كده غنيه او حاجه زي كده، وبتحكي احداث كتيره جدا بتعرفنا على فتره المراهقه عند بعض الشبان اللي زي دول، وبتعرفنا ماضي شخصيه من الشخصيات ازاي كانت عايشه، وايه المشاكل اللي حصلت معاها، وازاي بقت هي لوحدها هي وبنتها بس من غير راجل معاهم في الحياه. كل الحاجات دي هتتعرفها في خلال الروايه. بس الروايه انا كنت حاسس ان هي الاحداث بتاعتها مش اللي هي اللي تخليك متحمس، هي بتشد، الاحداث بتشد وتخليك عايز تعرف ايه اللي بيحصل بعد كده، بس مش بالتحمس اللي هو بتاع ها ممكن اخلصها مثلا في يومين 3، لا، هتاخد معاها وقت شويه. وما اظنش ان هي ممكن تعجب كل الناس، فيعني اتاكد ان هي ممكن تعجبك، او يعني حاول تشوف عنها ريفيو مفصل اكتر عشان تعرف هتعجبك ولا لا. بس اظن ان هي ممكن تبقى تجربه كويسه، يعني مش هتبقى وحشه. الروايه ديت تبع دار الكارما، والحلو في دار الكارما ان اسعارهم في المتناول شويه، احسن من دور نشر تانية كتير يعني. فانصحك ان انت تروح دار الكارما حتى لو مش هتشتريها، تبص بس على كتبهم وكده، هتلاقي عندهم حاجات حلوه. الروايه اللي بعدها وهي روايه انا جبتها السنه اللي فاتت من دار النشر هناك، كنت ساعتها في المعرض، وهي روايه الهول للدكتور احمد خالد توفيق، وبالتالي ما فيش حد ما يعرفش الدكتور احمد خالد توفيق. الروايه ديت عباره عن قصص قصيره فيها سنه رعب وكده، والروايه بصراحه عظيمه قوي، وانا شرحتها لحد من صحابي على التيك توك، واحد بوك توكر، وقراها وقال ان هي عظيمه جدا وارشحها للناس، فاظن ان هي هتعجبكم قوي. الروايه بتتكلم بقى عن الحاجات المرعبه وشويه حاجات رعب وكده، بس هي عباره عن قصص قصيره، كل قصه بتنتهي بيبدا بعدها قصه تانية، وهتلاقي وراه في الفهرس بتاعها بدايه ونهايه كل قصه، فالموضوع هيبقى لذيذ قوي. وطبعا يعني ما حدش معترض على الدكتور احمد خالد توفيق طبعا، يعني لو معترض على الدكتور احمد خالد توفيق اعمل لي انسبسكرايب على طول. الحلو في دار الكرم برضو ان الطباعه بتاعتهم نظيفه قوي يا جماعه، بصوا شكل الروايه عامل ازاي، وشكل الورق من جوه بصراحه كان عظيم برضو، والكتاب يعني زي ما انتم شايفين بيتفتح بسهوله، مش بيتعبك في الفتح او حاجه زي كده. فبجد دار الكرم هتبقى عظيمه قوي، وروحوا جربوا وشوفوا، وحتى لو مش عاجباكوا ديت او اللي قبلها حاولوا تشوفوا وحاولوا تروحوا هناك عشان الاسعار بتاعتهم لذيذه قوي والطبعات بتاعتهم نظيفه. الروايه اللي بعدها من دار الكرم برضو هي روايه للدكتور احمد خالد توفيق برضو، وهي روايه في ممر الفئران، وديت انا لسه مخلصها امبارح بالليل. الروايه ديت سوداويه شويه، او مش شويه، هي سودا، مش سوداويه، هي سودا. هي بتتكلم عن عالم مختلف تماما عن اللي احنا عايشين فيه، عالم بيحصل بسبب البتاع دوت، وانا مش عايز اقول ايه دوت، يعني هو بالتالي هو واضح نوعا ما، بس مش هوضح اي حاجه عشان تتحمسوا ليها يعني. هي بتتكلم عن ممر الفئران. ممر الفئران دوت هو مكان الناس بتروح له، او مكان الناس عايشه فيه بسبب ضغط واضطهاد وحاجات زي كده، وشويه احداث غريبه بتحصل. وفي شخصيه رئيسيه هتيجي عشان تساعد الناس ديت علشان تحاول تخرج من ممر الفئران. هل الشخصيه دي تقدر تساعدهم ولا لا؟ طب ايه اللي هيحصل؟ طب ايه اصلا سبب المشكله ديت وحصلت ازاي؟ هتبدا ان انت تشوف تكون المشكله من مراحل البدايه لحد مرحله النهايه، وهتبدا تشوف الثوره والتطور والتغير في فكر الناس، وهتبدا تشوف حاجات غريبه جدا. يعني في الروايه ديت هتشوف ازاي الطاغيه ممكن ان هو ياثر على عقول الناس لدرجه ان الناس تحب الرغيان وتحب الظلم. فبجد الروايه كانت عظيمه قوي، من احسن الروايات اللي الدكتور احمد خالد توفيق كتبها. انا عن نفسي انا اكتر روايه بحبها الدكتور احمد خالد توفيق يوتوبيا، بس في ناس كتير قوي قالت ان اعظم حاجه كتبها الدكتور احمد خالد توفيق هي في ممر الفئران. انا ما كنتش مقتنع طبعا، لان انا كنت لسه ما قراتهاش، وكنت شايف ان يوتوبيا احسن حاجه، بس بعد ما قراتها اقدر اقول لكم ان ديت تاخد مكان يوتوبيا، لانها عميقه اكتر وانها كبيره اكتر، فهتبدا ان انت تتنبج قوي مع الشخصيات. فكده بقت في ممر الفئران هي احسن روايه بالنسبه للدكتور احمد خالد توفيق، يليها على طول يوتوبيا. الاثنين سوداويين، بس يوتوبيا سوداويه، ديت سودا، يعني هو الغلاف اسود وهي سودا، هي يعني الصفحات كان ناقص ان هي تبقى سودا ويبقى كده زي الفل. فنصيحه جربوها، يعني لو هتطلع من الفيديو بحاجه فاظن ان انت احسن حاجه تطلع بيها هي في ممر الفئران، روح جربها وان شاء الله ان شاء الله هتعجبك. دار النشر اللي بعد كده هي دار نشر كيانك. دار نشر كيانك برضو ودار نشر كيانك برضو من دور النشر اللي بتنشر حاجات كتيره جدا الدكتور احمد خالد توفيق. انا جبت من عندهم السنه اللي فاتت روايه الميرانتي امير البحار، روايه صغيره قوي يا جماعه، حوالي 100 صفحه بس، واظن ان هي هتبقى لذيذه قوي وهتعجبكم. ممكن تستخدمها في ايه؟ ممكن تستخدمها ان هي تكون فاصل بين روايتين كبار، مثلا لو انت مثلا يعني بتقرا مثلا شفرة دافنشي وبتقرا مثلا بعدها
عايز تقرا مثلا بعدها حفله تيس او حاجه، ممكن مثلا في النص تقرا حاجه لذيذه تهديك وتخليك ترجع للقراءه من غير ما تبقى محتاج ان كل خيال مخك شغاله معاك وانت بتقرا. لروايه زي الميرانتي امير البحار، الروايه دي بتتكلم عن فاسكو دي جاما والرحله اللي هو خدها علشان يوصل من البرتغال للهند. بتتكلم عنها بتفاصيل شويه، بس الفكره فيها ان هي صفحاتها حتى من جوه صغيره زي ما انتم شايفين، يعني الكلام فيها كبير، فالروايه ممكن كلها على بعضها تخلص في ساعتين. وهي معموله اكتر ان هي للاطفال شويه، تمام. يعني هي حاصله على هي حاصله على جائزه العربيه مصطفى عزوز لقلب الطفل عام 2018، فهي معموله اكتر للاطفال نوعا ما. بس انا لما قراتها لقيت ان هي لذيذه قوي، وان هي فعلا ممكن تستخدمها ان انت تفصل بين كتابين كبار، وفعلا فيها معلومات لذيذه قوي انت مش هتكون عارفها اصلا عن فاسكو دي جاما. انا اظن اصلا ان انت ممكن تكون مش عارف مين فاسكو دي جاما اصلا او مين المرانتي دوت. فانت بجد لما هتيجي تقراها هتعرف انها معلومات لذيذه قوي هتفيدك، وهتعرف منها حاجات حلوه قوي هتفيدك برضو، وفي نفس الوقت مش هتكون تقيله قوي على دماغك تاثر عليك او كده. فانت ممكن تاخدها مثلا ان انت عايز تفصل، او ان انت مثلا فاقد الشغف في القراءه، ممكن تبدا بحاجه لذيذه خفيفه زي ديت، فهتبقى لذيذه قوي. وبرده دار نشر كيانك اسعارهم كويسه جدا، وانا جايبها من عندهم السنه اللي فاتت وكانت بحوالي 30 جنيه من المعرض، فاظن ان الاسعار هتبقى كويسه برده السنه دي. الروايه اللي بعد كده برده هي روايه الدكتور احمد خالد توفيق، وهي روايه دبليو دبليو دبليو. والروايه ديت تكون جنه للمبرمجين. ليه؟ لانها بتتكلم عن فيروس بيتنقل في العالم كله، وبيبدا ان هو يخش كمبيوترز ويخش بقى في الدارك ويب والديب ويب، ويخش في مؤسسات نظام الدفاع والمخابرات الايرانيه والامريكيه والمفاعلات النوويه والحاجات اللي زي كده. وهي برضه عباره عن شويه قصص، بس القصص بتاعتها طويله شويه. الفيروس دوت بيخش لهدف معين، بيعمل حاجه وبيبدا يطلع تاني، فهو بيحكي لك اكنه هو اللي عايش، هو الكائن الحي اللي بيتكلم معاك، وهو بطل الروايه اللي بيتكلم معاك. بيحكي لك عن المتاعب اللي هو بيواجهها وهو بيخترق اي جهاز، وبيحكي لك عن المتاعب اللي بيواجهها من الفيروسات التانيه اللي ممكن تتحداه في حاجه او ممكن تلمسه في حاجه. وبيحكي لك عن بعض المعلومات برضو اللي انت ممكن تكون مش عارفها قبل كده في احداث زي مثلا احداث المفاعل النووي الايراني، طريقه تهجير المفاعل النووي الايراني حصلت ازاي. طبعا دوت مش محتاج ان انت تبقى ملم بالبرمجه او محتاج ان انت مثلا تبقى مركز تركيز كامل، لا هو بيحكيها في صوره قصه، وبيحكيها بصوره احداث بسيطه تحببك في الموضوع. فانصحكم جدا ان انتوا تجربوها، وهي برضو من دار نشر كيان. فلو رحتوا علشان تجيبوا الميرانتي ممكن تجيبوا برضو الدبليو دبليو دبليو معاها. وفي برضو عندهم حاجات كتيره كويسه زي اي اس بي وحاجات زي كده للدكتور احمد خالد توفيق، وهتلاقيهم كلهم اصلا بنفس الشكل دوت اللي هو الغلاف الابيض، ومن ورا بقى هتلاقي اللون دوت لون الكعب متغير احمر، او يعني اهو. دي كل الحاجات بتاعه دار نشر كيانك اهيت الدكتور احمد خالد توفيق. فروحوا هناك هتلاقوا ان في حاجات كتيره قوي الدكتور احمد خالد توفيق، وهتلاقوا ان في حاجات تانية برضو كويسه، واسعارهم اظن ان هي تبقى كويسه برضو في المعرض دوت. فروحوا هناك وجربوا وقولوا رايكم. اخر كتاب معانا واخر دار نشر معانا، وديت كانت مسك الختام. لو انت فضلت مكمل الفيديو لحد هنا فدي هتكون اكتر حاجه استفدت بيها، هي وفي ممر الفئران. لو طلعت بالروايتين دول من الفيديو بس فانت كده خلاص، انت كده حققت كل اللي انت نفسك فيه من المعرض. روح اشتري الروايتين دول وهتعيش احسن روايتين قراتهم في حياتك لو انت لسه بتبدا، او حتى لو مش بتبدا. الروايتين عظيمين جدا اللي هي في ممر الفئران، والروايه الثانيه هي روايه شفرة دافنشي، وديت من الدار العربيه للعلوم ناشرون. انا ما اعرفش دي تبقى موجوده في المعرض ولا لا، بس لو موجوده في المعرض طبعا هسيب لكم المكان بتاعها في المعرض زي كل اللي فاتوا، بس هتاكد الاول علشان انا مش عارف بصراحه هي موجوده ولا لا. المهم الروايه ديت هي شفرة دافنشي لدان براون. انا ما اعرفش يعني اكيد يعني انتوا سمعتوا عن دان براون، ما اعرفش انتوا قراتوا له قبل كده ولا لا، بس انا كانت اول حاجه اجربها لدان براون هي شفرة دافنشي. والروايه زي ما انتم شايفين كبيره قوي، فانا بصراحه كنت قلقان ان انا اجيبها. يعني انا الروايه دي كنت جايبها من نص السنه اللي فاتت وما قراتهاش غير في اخر السنه، لان انا كنت خايف قوي من حجمها، وخايف ان هي تبقى الروايه الاولانيه لدان براون وما تعجبنيش وكده. بس الروايه فعلا انا خلصتها في يومين. وبص انت يعني شوف انت عايز ايه في الروايه وهتلاقيه. انت عايز اكشن في الروايه هتلاقي هنا اكشن، عايز جريمه في الروايه هتلاقي هنا جريمه، عايز تحقيقات بوليسيه هنا في الروايه هتلاقيها، عايز هروب من الشرطه ومطاردات واساطير وحكايات هتلاقيها، عايز احداث تاريخيه وحاجات حقيقيه بتحصل في الروايه مربوطه باحداث الروايه هتلاقيها، عايز حب ورومانسيه وتحس ان في سنه لطافه وسنه حب ومش عارف ايه هتلاقيها، عايز تعرف حاجات عن الماسونيه والكنيسه المسيحيه والحرب اللي بتحصل بينهم هتلاقيها. فالروايه دي بمعنى صح فيها كل حاجه انت ممكن تتمناها. وبجد يا جماعه لو طلعت من الفيديو بالروايه ديت بس والروايه بتاعت في ممر الفئران فانت كده استفدت من الفيديو دوت اكبر استفاده. نصيحه مني، نصيحه، روح جربها، روح اشتريها وجربها. الروايه عظيمه قوي عظيمه قوي، وهي هتفتح لك بوابه مع دان براون، وهتخليك بعد كده تبدا ان انت تقرا كل حاجه لدان براون. انا عن نفسي انا هنزل اجيب حاجات كتيره جدا لدان براون عشان الروايه ديت عجبتني قوي قوي.
فنصيحه مني جربوها وقولوا لي رايكم، ولو حد منكم قراها وكده يقول رايه في الكومنتات عشان الناس تخش تتاكد ان الروايه كويسه. انا متاكد ان الروايه كده كده هتعجب كل الناس ان شاء الله، بس برضو خشوا اكتبوا رايكم في الكومنتات علشان الناس اللي شاكه في الموضوع تخش وتتاكد ان الروايه دي كانت من اعظم الروايات اللي كتبها دان براون. في النهايه دوت كان الجزء الثاني من السلسله بتاعه المعرض، ولسه ناقص جزء اللي هو بتاع الكتب. فما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتشير الفيديو دوت مع كل الناس علشان الناس اللي عايزه تروح المعرض تعرف تشتري ايه من المعرض. وما تنساش طبعا اهم حاجه انك تعمل اشتراك علشان تشوف الجزء الاخير وهو الجزء اللي هيتكلم عن الكتب اللي احنا نجيبها من المعرض. اشوفك الفيديو الجاي.